يما انا عرفت مكان السجادة بتاعتنا اللي اتسرقت من يومين. بلغ عنها اهو. ايه ده يا جدعان؟ سجادة؟ طب دي لما اجي اعكسها اقول لها ايه؟ يا حصيرة مفروشة على الارض؟ طب ولا ايه؟ طيب ولا عايزة مساحة يعني ولا ايه؟ يا ابني والصالة اللي بعدها ايه ده بقى؟ طبق فواكه ده ولا ايه يا جدعان؟ يعني انا راضي ذمتكم، لو شفت واحدة من دي في الشارع ترضوا تبصلها حتى ولا تعبروها؟ يا جدعان حمونا بلاش برنجان بقى. المفروض ان تفاحة خضرا موزة دي بتفكرني بحزلقوم. هي اكتر بشويه ليه؟ ولو وصلت لحد هنا في حلقتنا انزل اخبط لايك حالا بالا فالا، وما تنساش تصلي على سيدنا محمد في التعليقات. ويلا بينا نكمل. كل البيضة اللي كانت على السفرة راحت فين النهاردة الصبح؟ اتاري اتاري الأستاذة خدتها ومشت. طب أنا أفطر إيه دلوقتي؟ أنا بقالي 15 ساعة صايم، أفطر إيه أنا دلوقتي؟ على بصلة؟ حرام عليكوا يا ابني. وده بقى المثل اللي يقولك لما تكون مستعجل وتقرر تلبس كلاسيك في عز الصيف. متستغربش، هو ده في عز الصيف؟ ما هو الصيف بقى شتا والشتا بقى صيف. وانا راضي منكم، الراجل اللي في النص ده ايه؟ سوشي؟ كونش السوشي واحنا ما نعرفش. اللي بعد كده نخش على عفريتة بعين واحدة. يعني ده المفروض اما اشوفها في الشارع ما يجيليش انحدار في المخيخ؟ يعني انا مش فاهم. طيب مش فاهم والله يا جدعان. يعني اللي لو شاف واحدة من دي في الشارع هيقول لها ايه؟ انا عن نفسي لو شفت واحدة زي دي، ابسط مثال هقول كائن فضائي. الكائنات الفضائية احتلت الكوكب ياما. غيتونا خال. الصورة دي بقى بجد يا جدعان انا عجزت عن تفسيرها. هو انا مش فاهم هو ده ايه ده؟ يعني دي مقشة ولا دي مقشة مركبين لها ايد بالجنب؟ هو انا شايف حاجة سودا والله، هو مش تنمر مني بس يعني افهم مثلا ايه، افهم معنى الطقم ده ايه؟ لو حد عنده فهم يفكرني. وفي نهاية حلقتنا بنفكرك تاني، لو انت مش مشترك في القناة انزل اشترك في القناة واخبط اللايك حالا بالا فالا، ومتنساش تصلي على سيدنا محمد اشرف الخلق وخاتم المرسلين. والسلام عليكم ورحمة الله.